जान कदमों में निकले नबी के। हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है। दम दम हुसैन मौला हुसैन, दम दम हुसैन मौला हुसैन। बोली ज़हरा इश्क दो मुझको, बोली ज़हरा ये इश्क दो मुझको। इसने कहा कि मैं सबसे पहले सफ़े 354 सूरह मुबारक है ये नूर, वहाँ से शुरू करूँगी। पहले मैं नीचे से ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ, फिर ऊपर से नीचे की तरफ आई। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها أمطرة فيصيب بها من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون أو كظلمات في البحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا خرج يداه لم يكد يرها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور والذين كفروا أعمالهم كسراب بقية يحسبه الزمان ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب اجعل لا تريهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه النار نور على نور يهدي الله نوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. आपको पता है इन्होंने क्या किया? आपको पता है इन्होंने क्या किया? देखिए, इन्होंने यहाँ से शुरू किया, पहले ये आयत पढ़ी, उसके बाद ये आयत, उसके बाद ये आयत, यानी उल्टा, ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से पहले ये आयत, फिर ये आयत, फिर ये आयत, फिर ये आयत, फिर ये आयत। तो ये बहुत मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। ऊपर से नीचे आदमी फिर भी आसान होता है, लेकिन ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों पढ़ना ये बहुत ही मुश्किल काम है। तो जब इन्होंने ये बहुत ही मुश्किल काम किया, हम तो आसानी से कम 2-4 पारा तो हिफ्ज़ कर सकते हैं ना बेटे, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? शाबाश, खूब।
24واں پارہ یعنی 24. وہاں سے میں ایک سوالے سے پوچھوں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعلمون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل فما له من هاد ومن يتق الله صدق اللہ العلی العظیم. پوچھا گوہر سر نے کیا کیا انہوں نے, آپ کو آیا سمجھ؟ وہ قرآن کو کھولتے تھے, مثال اس طرح کھولتے تھے, ان کے پہلے 1-2 آیات پڑھتے تھے تو ان کو سمجھ میں آتا تھا یہ مجھے اب قرآن کا کون سا حصہ ہے, آگے سے یہ اس کی تلاوت کرتے تھے. کتنا بڑا کام ہے نا؟ تو کم سے کم ہم آرام سے 30ویں پارہ تو حفظ کر سکتے ہیں نا آپ لوگ. آپ کے سامنے ہے نا نمونہ. آپ کو کوئی نہیں کہے گا نیچے سے اوپر پڑھو, آپ کو نہیں کہیں گے کہ ہم اچانک قرآن کھولیں گے ایک آیت پڑھیں گے آپ آگے سے پڑھو, نہیں. لیکن کم سے کم اگر آپ کو ہم کہیں گے سورہ ضحیٰ پڑھو آپ کو یاد, سورہ انا انزلنا پڑھو آپ کو یاد, سورہ تکویر پڑھو آپ کو یاد ہونا چاہیے, اور آپ آرام سے کر سکتے ہیں. جو شخص چاہے گا وہ کر کے, لیکن جو نہیں چاہے گا اور وہ لیزی ہوگا اور سستی دکھائے گا وہ کہیں پر نہیں پہنچ سکتا ہے. اس لیے انشاءاللہ آپ لوگ یہ قرآن یاد کرنے پہ پوری